احنا متابعين النهارده هنعمل مخلل القرنبيط. طبعا رفعت ميه على النار وهبتدي اسقطها. انا هسقطها بس كده ثواني تكه كده، واحط لها معلقه بيكربونات الصوديوم، وهنطلعها في ثواني، يعني مش هنسلقها مسافه ما، بس عشان البخار جه على الكاميرا. هنطلعها على طول. من القرنبيط هنحط معلقه كربونات اللي هي بيكربونات الصوديوم، وهنطلع على طول القرنبيط. مش هياخد في ايدنا، يعني مش عايزين نغليه، احنا هنطلعه على طول. وبعد كده هنخليه نعمل احلى مخلل قرنبيط. تمام معانا. مسافه ما دخلتها خلاص بطلعها على طول، مش بديها سلقه ولا حاجه، هي بس تشك كده. تمام. واطلعها على طول على طول عشان اعمل القرنبيط، زهرات القرنبيط. قطعنا بقى، حطيت 3 مجات ميه من دي سخنه في الكوبايه، وهحط على كل 3 مجات معلقه ملح هرميه كده، وادوبها واقلبها. طبعا احنا سيبنا القرنبيط يهدى شويه وبعدين قطعناه تاني، يعني اكتر من كده شويه، حطينا شرايح بنجر عشان يدي اللون البنك. طبعا هنزل بقى كعادتي كل 3 مجات ملح. طبعا هنحط بقى ليه طبعا اللي عندك شرايح توم تمام، عندكيش شرايح توم ممكن تحطي توم مفروم. وكمان هنحط كمان خل. يبقى انا حطينا خل. عايزه تعمليه سبايسي حطي له هريسه شطه او شطه حم، بس انا بحب اخليها. عايزه تعملي كده وتعملي كده. و3 مجات ميه من دول. 1 ادي 2 عشان البخار ما يجيش على الكاميرا. 2 دي جت نص، وادي 3 اهو. وهنحط معلقه ملح هرميه عشان احنا زودنا بس في الميه كده، واقلبها كويس وانزل على مخلل القرنبيط. طبعا عشان نجيب مخللات في رمضان، طبعا مخللات غاليه جدا. طب وليه احنا نعمله في البيت احلى واحلى وانضف واهدى. عايزينه بقى هادي، عايزينه حار. بص اللون بدا يتاثر ازاي، يدي اللون البينك الوردي. تمام. افضل بقى اعمل نفس النظام كده 3. ادي 1 ادي 2 دي نص اهو، ادي 3. تمام. وهنحط بقى معلقه هرميه عشان زودت بس في الميه كده، معلقه هرميه من الملح، واقلبها وننزل على القرنبيط يهدى بقى، ونروح مغطين عليه الغطا. وكان الله، و5 ايام وتاكلي منه احلى قرنبيط. تمام. خلاص كده ما شاء الله. بس اهم حاجه يكون معوم علشان ما يعملش ريم على الوش. وهنحط كمان شويه شرايح توم تاني يديله نكهه وطعم حلو قوي. انا حطيت له شويه، هحط له كمان. اللي حابب يحط صوص الثوم ويقسمها نصين مفيش مشكله. انا بحط ثوم مفروم بعتمده برده في الوصفات، مفيش مشكله. وبعد كده يهدى ونروح مغطيين عليه. الغطا مش عايز يطلع. يهدى بقى ونروح مغطيين على الغطا، و5 ايام ونفتح على احلى مخلل القرنبيط. ده كان فيديو النهارده عن مخلل القرنبيط. يلا لا تنسوا الصلاه على رسول الله. السلام عليكم.